ورحت عند سلفتي اللي كانت بتاكل الفراخ، وكانت عماله بتعيط. قلت لها ما تعيطيش، ما تزعليش، اكيد في نهايه للي احنا فيه ده. انا مش هسيبه يظلمنا اكتر من كده. حماكي ده انا هخلي الناس كلها تتفرج عليه، وهخلي الناس كلها تضحك عليه، وهخليه صغير قوي قدام الناس. انا مش بعيد كمان اخليه يعمل حاجه يندم عليها طول عمره. ردت وقالت لي في ايدك ايه تعمليه؟ ولا انت جايه تضحكي عليا؟ ده احنا بنتضرب وبنتهان وبنتعامل اسوأ معامله. انت عمرك شفتي ناس متجوزه بتتعامل كده؟ قلت لها لا، بس انا عندي خطه وان شاء الله هنفذها. قالت لي بقى قابليني. قلت لها هقابلك يا اختي وهعملها وهتشوفي. خلصتي بس اللي وراكي وانا راح اجهز الاكل عشان فرح بنته. الاكل وتجهيزات الفرح انا خلصت الكحك وكمان بقيت الاكل. خلصي انت اللي انت بتعمليه دلوقتي وبطلي عياط واجمدي كده شويه وتعالي عشان تساعديني، لان الاكل وطلبات الحاجه دي كتيره قوي، كتيره قوي عليا. قالت لي حاضر جايالك. وفعلا جات لي المطبخ وبقينا نجهز بقيه الاكل، كل ده بتاع الفرح. وفي اللحظه دي دخل حمايه كالعاده بتاعته وقال كل حاجه جاهزه. انا لحد الساعه 7 لو ما كانش جاهز بكل حاجه تمام صدقني هتشوفوا يوم اسود مني انت وهي. رديت وقلت له بصراحه كده بقى، انت حضرتك يعني مالكش ان انت تتدخل في حاجات الستات دي، احنا عارفين علينا ايه وعارفين هنعمله ازاي كويس. قرب مني وضربني بالقلم. وقتها كنت منهارة من العياط وقلت له حسبي الله ونعم الوكيل. ضربني القلم التاني وقال لي هتلم لسانك ولا اكمل عليكي، ولا ادخلك الاوضه اللي بتقعدي فيها، ولا انت بقى عايزاه يبقى يوم اسود عليكي. قلت له مش عارفه، مش عارفه اقول لك ايه، مش قادره اتكلم، حرام عليك. انا مش عارفه انت بتعمل كده ليه، حتى بنتك بتظلمها. انت كنت مجوزنا لعيالك ليه؟ عشان تتعبنا بالطريقه دي وتذلنا؟ انت ما اشتريتناش على فكره. رد وقال لي انت اللي اخترتي، والنهارده هيبقى اسود ايامك ويمكن يبقى اخرها واخلص منك للابد. قلت له اعمل اللي تعمله، ما بقتش خاف. قال لي طب امشي من قدامي، ولو الساعه 7 الاكل ما جهز هيكون يوم اسود عليكي. وسابنا ومشي وانا فضلت اعيط. سلفتي قالت لي معلش حقك عليا، انا ما ترديش عليه تاني لحسن انا خايفه عليك، خايفه ادخلك الاوضه تاني ويفضل يعذب فيكي ويضرب فيكي. انا مش هستحمل اشوفك كده. عيطت هي كمان معايا وقلت لها اعملي الاكل كويس، وفضلت اجهز معاها الاكل وانا دموعي على عيني، بس انا كنت عارفه هعمل ايه كويس. وبعد ما خلصنا الاكل وكل حاجه جهزت قبل الساعه 7 وهو شاف كل حاجه بنفسه، دخلت الاوضه عند العروسه اخت جوزي وقلت لها وبعدين بقى يا ياسمين، هو احنا في البيت كلنا بنعيط كده؟ قالت لي بابا منه لله عايز يجوزني الواحد اكبر مني ب15 سنه، واحد انا بكرهه ومن اقسى الناس اللي موجوده في البلد، كل ده عشان مصالحه هو وشغله. طب انا ذنبي ايه؟ انا بحب الدكتور فهمي ومش عايزه اتجوز حد غيره. رديت وقلت لها ما انا مش عارفه برضو اعمل لك ايه، بس لو انت جدعه هنفكر انا وانت وتنفذي اللي هقولك عليه عشان نعرف ننتقم من ابوكي ده وناخد حقنا وما تتدبسيش في الجوازه اللي انت مش عايزاها دي. قالت لي يعني عايزه تعملي ايه بالظبط؟ قلت لها هقول لك كل حاجه بس مش دلوقتي. انا هدخل ارضع الولاد واخلي بالي منهم، لان لو لقى عيل بيعيط فيهم انا هتضرب زي ما انتي عارفه. ده لسه ضاربني قلمين دلوقتي في المطبخ عشان خاطر رديت عليه. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. ودخلت الاوضه ردعت ولادي وانا دموعي على خدي. ما هي دي العيشه اللي عشتها من اول لما اتجوزت هنا في بيت العيله من 5 سنين. اتجوزت رؤوف ابن اكبر واحد في البلد كلها، وكنت فاكره ان ده السعد كله. بصراحه كنت عايشه عيشه صعبه جدا. انا اصلا يتيمه، كنت عايشه عند الجيران. ايوه، من ساعه ما اهلي ماتوا وانا كنت الجيران بتربيني وتعطف عليا. كنت اوقات ببات على السلم في عز البرد لو حد من الجيران ما نداش عليا ودخلني عنده. قسيت كتير وتعبت كتير، وساعات كنت بشحت. ايوه بمد ايدي لاني كنت تقيله جدا على الناس وكنت عايزه يبقى معايا فلوس. ياما اتحرمت وجعت وكان نفسي باي طريقه
ربنا يكرمني واخلص من اللي انا فيه. ولما كبرت الجيران بقت بتخاف مني لاني كنت حلوة، وكل واحد بيخاف على اللي عنده. وفي يوم كنت ماشية في الشارع والعربية وقفت قدامي، ونزل منها راجل كل البلد بتحلف بيه، وهو أغنى واحد في البلد، وكمان عنده فلوس في كل حتة، وده اللي كنت أعرفه عنه. وساعتها قال لي انت مين، وفضل يتكلم معايا، وأخدني معاه في العربية لما عرف إن أنا يتيمة وماليش حد. وساعتها ضحك لي وقال انت هتبقي مرات ابني، ايه رأيك بقى في المفاجأة دي؟ قلت له ربنا يخليك، وضحكت واتبسطت قوي، وخصوصا لما شفت رؤوف وسيم جدا واي بنت تتمناه. وده كان يوم بقى سعدي، وقلت ساعتها ربنا عوضني عن كل اللي شفته. وفعلا من كتب كتابنا وبقيت امضي على العقد. والشيخ اللي جوزني كان عمال يبص لي قوي، وكان مستغرب ان انا فرحانه، وانا ما كنتش اعرف هو بيبص لي كده ليه. وبصمت على كل الورق اللي قال لي عليه. ويا دوبك هو اول يوم اللي هو يوم الدخله، ولقيت حماية داخل عليا الاوضه انا وعريسي، ولقيته بيقول لي بصي بقى عشان تبقي على نور، بصي يا حبيبتي خليكي واعيه معايا كده كويس قوي. قلت له نعم. نعم نعم يا بابا. قال لي لا انا مش بابا، هنا هتقولي لي حضرتك وهتقولي لي يا باشا. قلت له حاضر. قال لي ومش بس كده، ده انت كمان هتعملي كل حاجه امرك بيها، هنا انت خدامه. قلت له بس انا لسه متجوزه رؤوف. قال لي لا عادي، الجواز ده جواز لان انا عايز كده، هتتجوزيه بكل حاجه وكمان هتخلفي منه، بس هنا انت خدامه وبس، ولا ليكي حق تطلعي بره البيت، ولا تطلبي الطلاق، ولا تطلعي اصلا من اي شباك كمان غير بامري وباذني، ولا حتى اكل ولا شرب غير باذني انا. انت فاهمه؟ كنت مصدومه من كلامه، ولقيته كمل كلامه وقال انت حتى مش هتنامي في الاوضه دي اصلا، انت هتقعدي فيها وقت ما ابني يعوزك، وبعدين هتنزلي تنامي في الاوضه اللي هقولك عليها. ساعتها ما كنتش مصدقه، وهو خرج وسابنا في الاوضه، وابنه كان ولا كانه بني ادم، كان عادي جدا ما عندوش اي رد فعل. وانا من صدمتي ما قدرتش برضو اعمل حاجه، بس رؤوف لقيته بيكلمني كويس وبيحاول يهديني، وقال انا هخلي بالي عليكي وما تقلقيش، بس اهم حاجه تسمعي كلام بابا وما تزعليهوش، ده عشان تعيشي معايا وقت اطول. ما قدرتش افهم كل ده، بس مع الزمن فهمته، ونزلت بعدها الساعه 5 الفجر، نزلت انام في الاوضه التانية، وفي الاوضه دي اتعرفت على سلفتي اللي عاشت نفس ظروفي، وعرفت ساعتها برضه انها يتيمه ملهاش حد، وعرفت ساعتها ان هو اصطادني زي ما اصطادها بالظبط، اصل حماية نقانا كده يوتا ما ملناش حد عشان يعرف يذل فينا. وعرفت طبعا ان هو مع عقد الجواز خلاني بصمت على ورق يوديني في 60 داهية، زي ما تقولوا كده ضحك عليا ومضاني على ورق وفلوس كتيرة قوي. ده انا حتى معرفش مضاني على قد ايه، بس زي ما تقولوا كده اتدبست، وعرفت ان انا مش لوحدي، الهم ده عشته انا وسلفتي بقالي 5 سنين، ضرب واهانة وكل حاجة وحشة، ده غير ان احنا خدامين. حتى لما خلفنا ولادنا وعايشين في حتة وليهم مربيات بيهتموا بيهم، واحنا كمان بنربيهم وبنعتني بيهم، لكن ما ينفعش ننام معاهم، بننام تحت في الأوضة بتاعتنا، وولادنا كمان بيناموا في حتة تانية. والغريبة بقى والأهم إن كانت ساعات بتنام معانا في الأوضة بنته، أيوة بنته اللي اسمها ياسمين، واتصاحبت علينا. والغريبة إن هو بيعملها برضو معاملة وحشة، هي أي نعم ما بتخدمش معانا في البيت، بس هي أوقات بتتعاقب وتنام معانا، وأوقات كمان بتخش أوضة العذاب، أيوة ده اسمها، إحنا مسميينها كده، لأن اللي بيتعاقب وبيدخل فيها لا بيشوف نور ولا بياكل ولا بيشرب، وممنوع برضه يدخل الحمام، ده غير إنه ممكن يتضرب كمان. أيوة هو ده عقاب أي حد ما يسمعش الكلام أو يخالف التعليمات. اهتميت بالأولاد ورضعتهم وعملت كل حاجة، وبعدين نزلت تاني عند ياسمين، وكنت خايفة جدا لحد يشوفني، ولقيتها بتقولي ها قوليلي بقى هنعمل ايه بالظبط. وقلت لها انا عمالة افكر من الصبح ومفيش غير حل واحد،
والحل ده هيقطم رقبة ابوكي. بس انا نفسي اعرف، ارجوكي تريحيني وتقوليلي هو ابوكي بيعمل كده ليه؟ نفسي اعرف السر. هو ليه بيكرهنا؟ ده حتى انت بيعاملك معاملة سيئة وعمره محن عليكي. قالت لي معرفش، لو كنت اعرف السبب كان زماني ارتحت. بس الوحيدة اللي تعرف الست النبوية اللي بتقعد جنب البيت تشحت. الست دي من زمان قوي كانت موجودة في البيت، وكانت المسؤولة الخاصة عن أمي قبل ما تموت يعني. وأنا لحد دلوقتي معرفش هي مخبية ايه. كانت دايما تبصلي وتقولي لو عرفتي اللي حصل عمرك ما كنتي تقعدي في البيت تاني. كنت لما اجي اسألها ما تردش عليا، وكأنها بتقول ألغاز. في الأول كنت بقول دي ست مجنونة، بس من كتر قسوة أبويا عليا كنت حاسة إن في سر تاني متخبي عننا. قلت لها طيب بصي بقى يا ستي، أنا هعرف من الست دي كل حاجة، بس أنا دلوقتي عندي خطة تانية. الناس هتتلم والمعازيم هتيجي، وأنا عايزاكي تتجوزي الدكتور ده قبل ما يعدي الوقت وتتجوزي التاني. قالت لي ازاي يعني؟ قلت لها أنا هحاول أدخل الدكتور ده لحد هنا، ولما يدخل هيتكتب كتابك عليه هنا في الأوضة من غير ما أي حد يحس. والحمد لله الغفر النهاردة كلهم هيبقوا مشغولين، وأبوكي عمال يحرج عليهم إنهم يخلي بالهم من كل حاجة. ده كمان خدهم وعمل لهم اجتماع. وأنا دلوقتي هنط من الشباك اللي ورا وهروح أجيب الدكتور ده، وإن شاء الله أحاول أجيب مأذون كمان. قالت لي وانت هتقدري تعملي كل ده؟ هتعرفي يعني؟ قلت لها ان شاء الله اقدر، لاني لو ما قدرتش والموضوع ده فشل هموت انا وانتي. وانتي عارفه ابوكي هيعمل فينا ايه كويس، وعارفه ان هو يقدر يخلص علينا. قالت لي ايوه عارفه، عارفه كويس قوي. وفعلا رحت ناحيه الشباك، وطبعا نزلت. كنت متغطيه ومغطيه كل وشي عشان لو حد شافني ما يعرفنيش، وفضلت ماشيه بالراحه عشان ما حدش يحس بأي حاجة. ورحت عند العيادة بتاعت الدكتور ولقيته قاعد، وقلت له قوم معايا بسرعة، قوم معايا لأن مفيش وقت. قال لي انت مين وعايزة ايه؟ قلت له أنا مرات رؤوف، وعايزاك بسرعة تيجي تتجوز ياسمين قبل ما تتجوز النهاردة. انت لازم تلحق دلوقتي حالا قبل ما الدنيا تبوظ. قال لي هتجوزها ازاي بس؟ قلت له انت مش عليك اي حاجة غير ان انت تيجي تكتب الكتاب بسرعة. لازم تجيب مأذون، مأذون يكتب الكتاب قبل ما هي تتجوز، وساعتها هيكون اتحط امام الامر الواقع ومش هيعرف يتجوزها. رد وقال لي بس دي مصيبة كبيرة عليهم. انتي عارفة هنا ممكن يحصل ايه؟ انا خايف يقتل ياسمين او يعمل لها اي حاجة. رديت وقلت له ولا يعرف يعمل معاها حاجة طالما مرات راجل تاني. صدقني انت ما تقلقش، مشكلة حماك هتكون مع الناس التانية أهل العريس، وهم بقى يخلصوا على بعض براحتهم. رد وقال لي ماشي، وجه معايا وجاب مأذون كمان واحد صاحبه. وبسرعة جدا كنا في الأوضة عند ياسمين وكتبنا الكتاب، وهو طلع من غير ما حد يحس. والحمد لله إن كان كل البيت مشغول، وكمان سلفتي حاولت تشغلهم أكتر تحت وأكلتهم بحيث إن هما ما يبقوش يعني مركزين معانا. والحمد لله كل حاجة تمت على خير، ومشي الدكتور ومعاه المأذون. وانا قلت بقى لياسمين كملي اليوم عادي وخليكي عادي جدا، وساعة كتب الكتاب هنقول ان انتي متجوزة. قالت لي انا خايفة من ابويا قوي. قلت لها ولا تخافي ولا حاجة، مشكلتها هتبقى مع اهل العريس ما تقلقيش، انا واثقة من كده. اهل العريس ساعتها هيحس ان هما صغيرين قدام الناس والمعازيم، وهيكونوا في مشكلة كبيرة ما بينهم وما بين ابوكي. وساعتها في المشكلة دي نمشي انا وانتي ونهرب، وناخد معانا عفافة اللي اتظلمت كتير زي ان شاء الله هيخلصوا على بعض ونخلص منهم. وقتها طلعت بره عشان اشم شوية هوا، وهنا شفت النبوية وهي كانت عمالة بتقول يا عيني على البنت الصغيرة اللي هتضيع وابوها هيضيعها بايده. قلت لها ما تقوليلي بقى وتريحيني، ايه سر الراجل ده وبيعمل كده ليه؟ وبعد محايلة كتير عليها لقيتها بتقولي هي مراته الست الهانم الكبيرة اللي كانت تحت ايديها كل حاجة. زمان كانت بتحبه قوي، ومن كتر حبها فيه وانها مش عايزاه يتجوز عليها عملت له عمل يحبها هي بس، ويكره كل ستات الارض، ما يشوفش حد حلو ابدا، ويكره اي واحدة يشوفها. وفعلا من ساعتها وهو بيكره اي حد، حتى بنته كرهها وما كانش بيحب يبص في وشها وبيعملها بكل قسوة.
لأنها برضو بنت. وبعدين ماتت مراته وفضل على نفس الحكاية، بيكره أي ست يشوفها، وعشان كده كان بيعذبك انت وسلفتك وحتى بنته، عايز يقضي عليها خالص. وبعد ما عرفت السر ده كرهته أكتر، وبقيت مش طايقاه، بقيت بكرهه جدا، لأن محدش ليه ذنب في اللي حصل له، واحنا كمان ملناش أي ذنب. وعدى الوقت لحد لما جه كاتب الكتاب، والعريس وأهله مستنيين، وجي وقتها. وساعتها ياسمين قالت أنا متجوزة وما ينفعش أتجوز واحد تاني. أبوها تنح، كملت وقالت يا جماعة أنا متجوزة دكتور فهمي بعقد رسمي، وطلعت العقد اللي اداهولها المأذون. هي ما كانتش يعني القسيمة، بس ده العقد اللي هما مضوا عليه. وقتها أبوها اتصدم وقال امتى حصل ده؟ ساعتها قلت له النهاردة يا حماية العزيز، وخلاص بقى يا جماعة مش هينفع دلوقتي تتجوز تاني. العريس ساعتها قام واتخانق وقال مش هسيبك ولا هرحمك، زي ما ضحكت عليا وضحكت الناس عليا هقتلك انت وعيلتك كلها. وقتها لقينا حماية ساكت خالص ودخل الأوضة، وساعتها سمعنا ضرب نار. جريت على الأوضة ودخلت، وقتها لقيته على الأرض، خلص على نفسه، انتحر، ما قدرش يستحمل اللي حصل. وساعتها الفرح اتهد وكل حاجة بقت كويسة لما الراجل الظالم ده مات، لأنه ما يعرفش أي حاجة عن الإنسانية. الظلم شيء صعب، ولو قررت إن أنت تظلم الناس هتعيش تعبان طول حياتك، والآخرة كمان مش هتعجبك خالص. أنت اللي تختار كويس إن كنت هتعيش ظالم ولا تعيش رحيم بالناس وتعاملهم معاملة كويسة، وأنت اللي تكسب في الآخر. لا عجبتكم القصة ما تنسوش تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم إشعار بكل القصص الجديدة. ولو أنت بتتابعنا على صفحة الفيسبوك ما تنساش تضغط لايك ومشاركة وكمان متابعة لصفحة الفيسبوك. أشوفكم على خير إن شاء الله.